على كابتن نادي الزمالك السابق ونجم نادي انبي، بنبارك لك طبعا على الكاس النهارده، لعبت واديته. طبعا احمد ربنا طبعا جدا، يمكن ربنا على مسؤوليتي اللي كنت فيها خاصه الفتره اللي فاتت بعد وفاه والدتي حوالي اسبوعين ثلاثه. ببارك طبعا لفريق انبي، لان مش عايز اقول لك مدى غلاوه البطوله لما تكون بره اهلي وزمالك، دول ناديين كبار هم اللي عطوا نفسه. طبعا غلاوه البطوله غاليه جدا جدا جدا، تحسب للجيل اللي موجود ده ان هو يقدر يعني يتوج اسمه ويكتب اسمه الذهب ان ياخد بطوله ومن فريقين كبار جدا مطلع الاهلي من الزمالك طبعا، ومكسب في الملعب. فانا شايف بشكر ربنا اول حاجه، بحمد ربنا وبشكر اللعيبه على المجهود الجبار اللي عملوه النهارده، وبشكر الجهاز الفني على الروح العاليه واللعيبه اللي عملوه النهارده. صراحه برضه لك الف يعني مش عايز اقول لك برضه لك صراحه برضه لك نادي الزمالك، وانا والله يعني ببكي من جوايا من قلبي على جمهور الزمالك. الله يكون في عونه وربنا يصبره يا رب، بس يعني مش عايز اتكلم بقى عن تفاصيل اكتر من كده. هي دي الكوره، هي دي الكوره. عملوا ماتش كويس تقدموا، بس احنا فرقنا على مستوى عالي، الكلام ده من السنه اللي فاتت مش من السنه دي بس، وفرقنا الحمد لله على مستوى عالي. طبعا نشكر ربنا يعني بشكل عام. ماتش نهائي تلعب في وسط 100,000 متفرج تقريبا، يعتبر ملعب الزمالك واخد عليه كاس مصر كله الزمالك بيلعب على ملعبه.